واهلي وعيلتي بعد 4 ايام 5 ايام سابته. اول عزومه عزمته قاعدين بناكل على السفره وده راح متكرع. بنتي نفسيتها شالت منه. هي اللي حكت لعلياء، هي اللي حكت لها اثناء الثوره. كانت فين علياء وفين شيماء؟ ما كانتش موجوده في حياتنا خالص. خدوا ده كنوع ماتيريا وقالوا له ابراهيم طنطاوي بالبق طالع لهبل يقول شقه ب 150 ب 450. اثناء الثوره كان في شقه ب 450 يهبل؟ يهبل يا عبيط. دي كانت في ميدان الساعه يهبل وفي شارع جانبي. دي برضو كانت تجيب في المده دي 2010 2011 ولا ايه؟ تجيب 450 يهبل. انا خدتها ب 150 وبعناها ب 150. ما هو لا بقى ماتيريا يعملوا عليها حلقه. مين اللي قال الماتيريا دي؟ هدى وعلياء الاثنين يفكروني ان انا ام بقى ست بريالها. قال يعني المعلومه دي اللي جابها ابراهيم طنطاوي؟ لا يا حبيبتي، ابراهيم طنطاوي لو كان جاب المعلومه دي كان من اول حلقه طلع فيها. ده انتوا يا التلاته خاينين خاينين، والتلاته معروفين في جيرانكو، معروفين في السوق، اساميكم معروفه. بيتقال عليكم ايه؟ انتوا عارفين بيتقال عليكم ايه. انتوا قادره يا تلاته. يا لهو على الجيران اللي بيقولوه. يا خرابي على التلاته. انتوا التلاته بيتقال عليكم ايه من جيرانكم؟ سمعتكم ايه؟ ولا شارع الهرم كل ما اسال على ايهاب جلال ده صلاه على النبي، صلاه على النبي، ده انت تشرف قوي بصراحه، انت تشرف. يعدلها ربنا بس لما تبقى تيجي تحت ايدي وتحت ايد حكومتي. كده كده انت معروف لهم، انت معروف. بس حكومتي وعدتني انت بالذات لازم يجيبوا حاجات سمينه، حاجه تقيله. انت بالذات قالوا لي ده بالذات عشان القعده والبث في مكتبه. القانون الجديد عامل لي عياده، عامل لي عياده الدكتور. كل من هب ودب عايز يخلص المشكله يخش مكتبك يقعد عندك في المكتب. هو كل صايع ياخد لي شقه قانون جديد ويفرش لي فرشتين ويعمل لي شويه ديكورات بقى صاحب مكتب؟ يعرف من هنا شويه ومن هنا شويه. اللي عايز يخلص مشكله، اللي عايز فاهم زي ما انا قلت برضه سمسار، وفعلا طلع سمسار. لكن هو بيشتغل ايه؟ مهنته ايه؟ دراسته ايه؟ شغلانته ايه؟ فك المشاكل في المكتب عنده. المكتب بيعرفه على ناس تانية. فانا وهما والايام والليالي، انا وانتوا، وحياة ال 30 مليون اللي كانوا هيتحطوا لكم بس ولا ايه. خدتوا ايه؟ كل واحد خد كام؟ 20 30 الف جنيه وما لحقتوش خدتوه. لا، ما هي مصاريف بقى وغدا بقى وسندوتشات بقى واكرام الكيف بقى عالية جردات 7000 جنيه. شوف انا حددت لك الرقم ازاي عشان تعرفوا ان انتوا ما سيبناكوش. فتتحسب يعني على حنان ب 15000 جنيه، صح؟
صح. والله العظيم الحكومة ما سابقكم حتى في منامكم، حتى في نومكم. في بيوتكم لابسين ايه؟ كله يستنى بعد قضية شيماء. اديني اللي انتوا كنتوا محميين فيه احمد رجب، احمد طيرته لكم من على وش الدنيا. حتى الداخلية ساعدتني لما نزل البيان بتاع رفضه. شفتوا الداخلية؟ شكرا لوزارة الداخلية وللوزير الداخلية شخصيا. ام شيماء بتقول لك شكرا يا فندم انك نزلت البيان اللي طعنه ووراه هو اترفد ليه. الاعلامي كتك وكسه. اتفضل اسال الاسئله اللي تعجبك. عن ان بدايته هما منعونا وده حقهم ان انا اقف واتظاهر ضد الفاشل احمد رجب وضد بربش ابو سكسوكه وقصه اللي بيقول لي انا شاطر في السب والقذف وراح سجل نفسه استئناف. يعني دفع رسوم، دي رسوم، فخد لقب محامي بالاستئناف. ابراهيم طنطاوي ضد الاثنين اتحايلوا علينا، قالوا ممكن الاعداء يشوروا صور بنتك ويعملوا حجه ببنتك يتظاهروا. فارجوك سمعت الكلمه انا وعيلتي واهلي كله دخلوا الاتوبيس وانا اخواتي البنتين قدام مريم يعقوب باولادهم بجوازتهم بس اللي كنا في المحكمه. لما كل الشباب الستات الكبيره خالاتي العيله الناس الكبيره دخلوا لهم ميه مثلجه، دخلوا لهم عصاير في الباص للاطفال، دخلوا لهم عصاير. انا لقوا صوتي منبوح رطب على رطب على رطب جت اما لقوني بتظاهر وطلعوني القاعه بتاعتي وسكت.